السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. صباح الخير عليكم. نزلت النهاردة وجبت قلقاس، قلت لازم اعمل لهم النهاردة الأكلة الشتوي الجميلة جدا القلقاس، كلنا بنحبها. بس في كتير قوي بيشتكوا من ان تقطيع القلقاس بيتعبهم، وممكن لا قدر الله يعورهم ولا حاجة وهي بتقطع بالسكينة. تمام. وفي اللي بتحب تجيب القلقاسة كبيرة قوي عشان يبقى سواها كل واحد. هو عامة القلقاس دلوقتي عشان الموسم بتاعه فكله بياخد سوا واحد. ثانيا لما تيجي تلاقي القلقاسة، نلاقي القلقاسة المدورة. تمام. اللي هي تعتبر اللي هي زي ما بيقولوا اللي هي الأنثى يعني من الذكر. وعامة القلقاس كله دلوقتي جميل جدا جدا. تمام. زي شايفين عندكم القلقاس اهو بامبا وجميل جدا جدا. تمام. هحط القلقاسة على الجهة اللي انا بوريها لكم دي اللي هي المدورة. طب هقطعها ازاي يا ستي؟ بصوا بقى، بالمخرطة ما تعترضيش. طريقة سهلة اقسم بالله، مش هتلاقي اروع ولا اسهل من كده. لو معاكي 10 كيلو قلقاس هتقطعيهم في 10 دقايق. شوفي بقى الطريقة للنهاية، اتفرجي على الفيديو هيفيدك جدا 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 بطريقة بسيطة وسهلة في منتهى الجمال. بصوا بقى، انا بعد ما قطعت الجزئيه اللي هي الفوق البامبا اللي هي ما ينفعش ان هي دي اطبخها، قطعتها وهبتدي بالمخرطه بقى اقطع طرنشات على حسب الحجم اللي انا عايزاه، على حسب المكعبات اللي انا بحبها. في جزء اللي هو البامبا اللي فوق اللي ما بيطبخش، وفي جزء من تحت كده برضو انا ما بحبوش فبشيله. بالسكينه اهو زي ما انتوا شايفين ده اهو، بشيله خالص اهو. طبعا اي حاجه كده بنقطع فيها عشان ما نوسخش ورانا كده، والدنيا تبقى نظيفه والرخامه بتاعتنا زي الفل. تمام. انا ببتدي اقشر القلقاسه بتاعتي كلها كده، بشيل الحته اللي هي الخشنه دي. وبصراحه انا بحب ادخل شويه كده في القلقاسه، يعني جزء كده بيبقى منقط كده برضو بحب اشيله. شايفين؟ اقسم بالله ما خدت مني 10 دقايق. القلقاس ده ما خدتش 10 دقايق حتى اهو. طبعا لو حسيت ان هي عريضه كده ومش عارفه اقطعها بالسكينه، هركنها على جنب زي ما انا ركنتها كده. انا ممكن كنت اقطعها بالسكينه بس حبيت اوريها لكم، اوريكم ان انا هعيد عليها تاني بالمخرطه دلوقتي عشان تسهل عليا. بصوا السرعه اهو. طبعا انا زي ما قلت لكم كده بحب اخش في القلقاس شويه عشان بشيل الحتت اللي هي اللي منقطه شويه كده، خليها بامبا كلها اهو بالمخرطه. اهي دي لقيتها تخينه شويه كده، بصوا اهو بتخش في قلب القلقاس. يعني زي ما بيقولوا كده السكينة في الحلاوة ولا في الزبدة زي ما بيقولوا ايه. اهو اي حاجة احس ان هي تخينة شوية وهتضايقني او الكلام ده كله، على فكرة هو بعد تقطيعها بيبقى سهلة جدا. بس انا حبيت اوريكم لاسهل حاجة. اي مكعبات احس ان هي تخينة معايا اعملها بالمخرطة من اسهل ما يكون. بس اهم حاجة على الرخامة عشان ما تزحلقش منك، والرخامة بتاعتي طبعا ناشفة ونضيفة وزي الفل اهو. شلت فوق وتحت زي ما انا اوريكم كده عشان ما بحبهاش، وهرجع اعمل طرنشات كده. طبعا انا بعيد معاكم تاني عشان تاخدوا بالكم. حاجة كده في منتهى السهولة، مش قادرة اوصف لكم اهو. حاسة ان هي عريضة اهو. ممكن بعد ما اعملها صوابع ما اقطعهاش برضو بالسكينة على ايدي اهو. وانا بشيل طبعا اهو كل الزايد، كل الحتت اللي ملهاش اي لازمة انا بشيلها. تمام. بالسكينة كده وبالراحة على ايدك اهو. وهي سهلة جدا بعد ما بتتقطع بالمخرطة، بتبقى سهلة 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 بشكل فوق الوصف. حبيت افيدكم عشان كتير قوي ايدي بتتعور وبيبقى صعب، وممكن تمسك القلقاسة بحاجة بحتة عشان ما تزحلقش منها. لا يا ستي، جيبي القلقاس واطبخيه وانتي مبسوطة وسهلة وبسيطة، ومش هتتعبي بعد كده اهو. دي حسيت ان هي عريضة اهي اهو، قطعتها 2. وعلى فكرة ممكن كمان تكملي بالمخرطة، تحطي المكعبات كلها الصوابع جنب بعضها وبالمخرطة وتنزلي بقى بمكعبات، تعملي مكعبات. بس خلاص طالما قطعتيها طرنشات، سهلة بالنسبة لك بقى الصوابع ان انت تقطعيها بالسكينة، سهلة وبسيطة وسريعة. والقلقاس عشان طري ما شاء الله والموسم بتاعه فبيتعمل معايا على طول، ما خدش مني وقت خالص خالص. واهو بوريكم اهو كله مقاس واحد. المكعب اللي يعجبك، حبيتيها رفيعة تمام، تخينة بس افضل ان انت تعمليها اتخن شوية. انا بقى يعني انا عاملاها مكعب تخين شوية لانه ما بياخدش غلو عشان ما يتهريش مني. تمام كده. وطبعا بقيت طريقة طبخ القلقاس عندي على القناة اهو يا حبايب قلبي. انا كنت عملت القلقاسه التانية، ما حبيتش اطول معاكم الفيديو. القلقاسه التانية عملتها زي الاولانيه، بوريكم المكعبات كلها شكل واحد ومقاس واحد
عندك 10 كيلو اعمليهم، عايزه تجيبي وتخزني دلوقتي جيبي وخزني ومش هتتعبي ولا اي حاجه. حبيت افيدكم بالفيديو، عملت معاكم القلقاس قبل كده على قناتي. اللي عايز يعرف طريقه القلقاس بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا 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 زي امهاتنا ما كانوا بيعملوها، يعمل سيرش على قناتي ويجيبها ويعملها. حبيت افيدكم بتقطيع القلقاس، بتمنى لكم كل السعاده من كل قلبي، ويا رب اكون خفيفه عليكم. بتمنى لكم كل السعاده والرضا يا رب، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.